يعني لا بأس بها من التصريحات والمواقف. احنا في انتظار مواقف تانية بكرة هيتم الإعلان عنها من طرف قرر أن يصمت لفترة من الوقت وأعلن عن دعوته لمؤتمر صحفي. طبعا هذه الدعوة فيها كثير من الغموض والإثارة، مش عارفين إذا كان ده مرتبط بما سيعلنه أو حتى مرتبط بطبيعة عمله وطبيعة المجال اللي هو قادم منه. احنا بنتكلم تحديدا على اللواء حسين كمال مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات الراحل عمر سليمان، موجود معنا على الهواء. برحب بحضرتك معنا يا ست اللواء. اهلا وسهلا. ماذا يحدث غدا؟ ماذا يحدث غدا؟ انا طلعت بيان على الصفحه والبيان واضح فيه كل ما هو سيتم بكره باذن الله، وربنا الموفق والمستعان. ونعم بالله. بس محتاجين نعرف يعني على الأقل خطوط عريضة. أولا طبيعة ما سيعلن. حضرتك في البيان قلت إنها حقائق ووقائع هامة جدا. هل هي حاجات مرتبطة بالماضي القريب، مرتبطة بما قبل 25 يناير وما بعدها؟ إيه طبيعة اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ والله أنا كلامي كله هيبقى ما بعد الثورة. كله ما بعد الثورة؟ كله ما بعد الثورة، مفيش حاجة قبل الثورة. أيوه. بس معنى ما بعد الثورة مرتبط مثلا بتفاصيل دخول وخروج الراحل عمر سليمان الترشح الرئاسي؟ هذا الموضوع ما لا يخص اللي هو عمر سليمان غير في نقطة واحدة سوف أتحدث فيها بكرة بإذن الله. أما الموضوع الأكبر ما نعانيه الآن من مشاكل سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، ومن المتسبب في هذه المشاكل. دي رؤية حضرتك لهذه المشاكل ولا معلومات توفرت بطبيعة عملك السابق؟ لا، مفيش رؤية ولا حاجة. أنا ما عنديش رؤية شخصية. أنا ما فيش رؤية شخصية. أنا ما فيش استنتاجات. مفهوم. أنا أتكلم في حقائق لا تقبل الجدال ولا المناقشة. مفهوم. واللي عنده أي حاجة تخالف ما سأعلنه باكر اتفضل، أهلا وسهلا. طب ممكن أسأل حضرتك لماذا صمت حتى هذه اللحظة؟ لأن كان عندي أمل كبير جدا إن السلطة الحاكمة الآن في مصر تكون حريصة على مصر وتكون مصر أمام أعينها وليست الجماعة. ولكن تأكد لي بما لا داعي مجال للشك أن السلطة الحاكمة الآن تحكم الجماعة ولا تحكم مصر. بتشتغل للجماعة مش لمصر. وده يعني حضرتك كنت سايب فرصة واخترت التوقيت على هذا الأساس؟ والله أنا كان بقول لحضرتك أنا عندي أمل كبير جدا، وطلعت في لقاءات عديدة وكنت بتمنى وما زلت أتمنى حتى الآن إنقاذا لمصر، لأن كان الرئيس مرسي لو كان ربنا وفقه وكان اشتغل لمصر مش للجماعة كان هناك شيء آخر. ولكن من الواضح والقاطع الذي لا يقبل المناقشة أنه يعمل لصالح الجماعة فقط، ومصر مش قدامهم. هم بيشتغلوا للجماعة. سيادة اللواء، حضرتك مشهور أكتر من رتبتك العسكرية بأنك الراجل اللي كان واقف ورا عمر سليمان. الراجل اللي كان واقف عمر سليمان في كل أدبيات وعلوم أجهزة المخابرات مفيش حد بينقطع علاقته بالأجهزة بعد حتى ما يخرج منها. هل حضرتك منسق مع أي حد؟ إذا سمحت لي عفوا. اتفضل يا فندم. جهاز المخابرات العامة ليس له أي علاقة من قريب ولا من بعيد بما سأقوله غدا، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. جهاز المخابرات بعيد تماما وبعيد كل البعد عما سأعلنه بكر. وبالتالي لم تنسق مع أي جهة من الجهات بأي شكل من الأشكال؟ أنا ما عنديش غير ربنا. ونعم بالله، كلنا معانا ربنا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا لواء حسين. اهلا بيك يا فندم. شكرا جزيلا. لواء حسين كمال مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات الراحل عمر سليمان، وأشهر بأنه الراجل اللي وقف ورا عمر سليمان.